هذه القلوب، وسأذكرها مترتبة، ولكن قبل أن أتحدث عنها اعلم أن الشيطان يحول بينك وأن الرحمن يحول بينك وبين قلبك. وأحيانا بعضنا أحباب له 20 40 50 سنة ما ذاق لذة القلب المطمئن، قلبه مهموم مغموم، خايف على الأبناء، خايف على المال، ضايق صدره، ولها أسباب لكنه ما عالجها. هناك أسباب سأذكرها تجعل بعضنا في سجن وهو والله في سعادة، لكنه مسجون. ولذلك تلاحظ بعض الناس السكر والضغط والكوليسترول والاكتئاب والهم ومتشائم وضايق، والعيال منفضين والزوجة غير راضية، وسبب ذلك شيئا واحدا سأذكره. أتدرون ما هو؟ أنتم قرأتم الأخبار؟ ما الذي سيجري غدا في الحناكية بل في منطقة المدينة غدا قبل غروب الشمس؟ اللي ما درى منكم الأخبار فليقرأها. خطب جلل، أمر مفزع، أمر عام ستحدث في المنطقة هذه كلها، بل في المملكة، بل في العالم. الذي سيجري غدا قبل غروب الشمس سترفع الأعمال إلى الله، سترفع الأعمال إلى الله. أليس الخميس؟ بلى. يقول قائل يا شيخ وقفت قلبي من الخوف، أنا ظنيت أنه بيصير زلزال ولا مصيبة. اطمئن، والله أن اللي بيصير بكرة أخطر من زلزال يصاب به بيتي أو بيتك. والله أن المصيبة التي ستحل غدا على بعض عباد الله أخطر من لو يحترق بيتك وعيالك فيه وتحترق السيارة ويروح حلالك وتقطع أقدامك، أهون من أن ترفع أعمال العباد كلهم في الإحناكية إلا عملك أنت. الله يغلق الباب عنه ويطردك ويرده ويقول للملائكة أنذروه. لماذا يرد الله غدا قبل غروب الشمس؟ قبل الوقت هذا بنصف ساعة الله سيطرد بعد عباده. يعني بعضهم كان صايم، بعضهم كان في الليل قائم، بعضهم أذكر واحد يصل للمسجد، بعضهم يسقي الماء، بعضهم يبني مساجد، ومع ذلك والله لن يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، ولن يقبل لهم ركعة ولا آية، وسيغلق باب السماء دونهم. ما جريمتهم؟ سرطان في القلب ميت، قلبه مات. كيف مات وهو ينبض؟ مات لأن الله لما نظر فوجد في قلبه بغض. مبغض من؟ اليهود والنصارى؟ لا، مبغض عمه وولد عمه، خاله وولد خاله، أخوه وولد أخوه، أبوه، أمه، جاره، زميله. والله إنه السرطان الحالق للحسنات. يوم أن تبغض مسلما فتتجاوز 72 ساعة 3 أيام بعدها تغلق السماء دون طاعاته. والله من بعضنا له 20 سنة ما رفع رمضان له إلى الآن. مصيبة وطامة. إنه مرض القلب، وسأذكر بعضا من أمراضه التي تسبب الموت، ولن أتحدث عن الحياة إلا في آخر المحاضرة. أسباب الموت التي نصيب بها حتى بعض الصالحين. الحبيب عندما قال يئس الشيطان يئس أن يمثل للصلاة والحانة وافية وثيابنا قصيدة وإنه بعض كلكم يقال لكم ونعم وكريم ورجال وفزوع وفي السماء ساقط الله لا ينظر له. ما جريمته؟ جريمته في قلبه بغض، في قلبه حسد، في قلبه تدابر، في قلبه كبر، في قلبه رياء، أدواء وأمراض والله كلها تحرق الحسنات كما يحرق الموس الشعر. لو أن التدين والاستقامة والتطوع ظاهر كان واسع الأمر سهل، كل يستطيع أن يدعي الاستقامة والتدين، لكنها اختبار صعب. هل في قلبك مسجون؟ أسألكم بالله ساجنين أحد يا أخوان؟ والله لو تترك السلام على رجل 3 أيام بسبب مشكلة، أما إذا كنت مشغول هذا مو قطيعة، لكن بينك وبينه وقفة نفس، وقفة خاطر،
زعل، غضب، قطيعة، 3 أيام، الموس يحلق حسناتك كما يحلق الشعر. حبيبنا يقول: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين، تحلق الدين. ولذلك أحبابي السجناء اللي في صدورنا هم اللي خلوا حياتنا ضيق، أطيبنا منهم، وكلكم ونعم عماني وابواني وشيباني واخواني، لكن انا ماني بشوف الا الظاهر وانت ما تشوفني. قالها مطوع اللي جاي من الرياض يزين لحيته، ما عليك من لحيتي، الله ما ينظر الى قلبي. والله ان كان في قلبي غل على مؤمن اني ما اسواه ارد رجل فوق الارض، لان الله لا ينظر للصور. اي انسان ما تسلم عليه من 72 ساعه تراك ساجدا في صدرك، سجين في قلبك. هذا اللي خلاك ما تخشع في الصلاة، هذا اللي خلى عيالك يتسلطون عليك، هذا اللي خلى الراتب ما فيه بركة، هذا اللي خلى الوجه مظلم، هذا اللي خلى القهر في القلب وخلى الضيق في كل درب. طلعهم من صدرك وابشر بالسعادة كلها. والله ان بقى واحد منهم انت تعيش الهم كله. واحد من الناس اقول له: انا اسالك بالله طلعهم، قال: الله يغفر لكل مسلم ومسلمة، والله يغفر للي ظلمته وظلموني. قال: الله يغفر لهم كلهم إلا أبو عبد العزيز، الله يرزقه تريلتن سواقها مسرع وملتفت. أعوذ بالله من الشيطان، يبيه يصدمه بدون ما يلتفت. ليه يا ابن الحلال؟ أبو عبد العزيز ما هو مسلم؟ قال: لا، بعد ولد خالي. قلت: والله أنك ضايع، وأن الشيطان سرق منك الإيمان وسرق منك الطمأنينة وسرق منك السعادة، وأعلن الله على القاطع أن يقطعه. أسألكم بالله، واحد يقدر ينوم الليلة في بيته وهو يعرف أن الله وعده أن يلعنه؟ والله ربي وعد القاطعين باللعنة. وبعض الناس يقول: اتق الله، سلم على ولد عمك، يقول: معصم، والله ما سلم عليه لو تطبق السماء على الأرض. يا مساكين، لا هي بنازله السماء للارض ولا هي طالعه للارض للسماء، خلك في غمك وهمك. والله انك مسكين وضعيف وضايع وضال وعدو نفسك وظالم لنفسك، وان الاستقامه ما تسمى مستقيم ولو كان ظاهرك مستقيما، لانك انت ساجن لك مسلما في صدرك. ولذلك بعضنا عنده 2 صحيح، وبعضنا عنده 3، وبعضنا عنده عنبر من عنابر سجن المدينة حاطهم في صدره 150 رجال. بل بعضنا قد سجن قبائل كاملة، يقول: أنا فلان ماني بحبهم من ذاك القبيلة، ودخل القبيلة 1,000,000 رجال في صدره. يا مسكين، أحسن الله عزاءك. واسمحوا لي أقول: قولوا لكل قاطع ولكل هاجر ولكل مريض قلب، لا تقولون له في العيد، إذا جاء العيد لا تقولون من العايدين، ولا كل عام وانتم بخير، كل عام وهو في شر، ولا تقول من العايزين، من الخايبين وهم العايدين. لأن صلاته في رمضان وصيامه في رمضان وحجه في ذي الحجة ما تجاوز أذنيه. حبيبنا يقول: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا. أرحم الراحمين رحمة. لكن ذا عدو، القاطع الهاجر مريض القلب، عدو لنفسه، عدو. ولذلك الله فيقول: فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء. شوف الجريمة، الله يتدخل العالم كلهم برحمته إلا المقرودين المساكين، إلا الظالمين لأنفسهم. قال: إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وبعضنا له 7 سنين والملائكة ترفع الخميس يرد، ترفع الاثنين يرد. أحسن الله عزاه. ما نقول أحسن الله عزاه، لا عزاء له. ولو أن التدين والصلاح بسقاية ماء أو صدقة أو حج وعمرة قدرناها كلنا، لكنها العظمة في نفسك يوم تدفع بالتي هي أحسن. اللي يدفعك بالتي هي أخشن ترده بالتي هي أحسن، هذا هو الإيمان. الحبيب وقف على عتبات المسجد الحرام، ماذا قال لأهل مكة؟ الكفار من أهل مكة ما يستاهلون الذبح،
طردوه، قتلوا أصحابه، بقروا بطن عمه، جدعوا أنفه، ما بقى شيء، أخرجوه من مدينته، من بلده التي يحبها. والله لو واحد منه تمكن سل السيف قال زين توها تزين بتقاضى منهم، صحيح؟ لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما تمكن منهم قال لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسألك بالله محمد بن عبد الله يطلق كفار ويعفو عنهم، وانت عيال عمك ما عفوت عنهم. أما تتقي الله في نفسك؟ أما تتقي الله عيال خالك أرحامك؟ ولذلك أحبابي أول مرض أتكلم عنه في هذا اللقاء مرض للقلب يسبب موته ولا حياة. شوف اللي قاطع واحد من أرحامه ترى في قلبه هذا بس مضخة دينمو ينبض، لكن لا حياة فيه، لا لذة لعيشه. وأقسم بالله ما قطع عبد رحما وسعد فوق ملك الله. كيف يسعد والله وعده بلعنه؟ كيف يسعد والله قال للرحم أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ تعلمون والله أن قاطع الرحم يتحدى رب العالمين. أعوذ بالله من ضلاله. يقولون له المصلحون سلم أصلح، ويقول معصي سعلوا وسوى فيني وحق فيني. يا مسلم اجعلها لله، والله من عفا وأصلح فأجره على الله. قف. في شيء أخطر من عرض محمد بن عبد الله؟ وش يسوى عندكم عرض محمد بن عبد الله؟ تسوى نحورنا ودماؤنا وعيوننا وعيالنا وحياتنا. يفداك يا رسول الله كل من دب على الأرض صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. ومع ذلك تقذف أمك وأمي عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، ثم يقول الله لنبيه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أسألك بالله في مصيبة أكبر من عرض محمد أن يقذف؟ عطني مشاكلك اللي عندك كلها، عشان أرض، عشان ختم، عشان وظيفة، عشان ما زوجوك، عشان ما سلفك، عشان ما أعطاك الجيب، عشان ما أعطاك نوره لمحمد. ثم ماذا؟ أتقطعه؟ ماخذ من ورثك، ماخذ من حلالك، جعله ياخذ المال كله. خلها لربي واترك حقك على الله وابسط يدك، لأنك إن قطعته قطعت ولعنت. والله جل وعلا في كتابه ما لعن قاطع الطريق. الله في كتابه ما لعن قاطع الطريق وما لعن السارق. في السنة لعن السارق في الحديث، لكن في القرآن قاطع الطريق ما لعن السارق مع أنه مجرمين، لكن قاطع الرحم لعنه الله. فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ المفسدين في الأرض ما هم مروجين المخدرات بس، ولهم قطاع الطرق بس، حط معهم قطاع الرحم. والله أنه مفسد في الأرض، أنه يمنع المطر ويمنع البركة ويقطع البركة في ذريته وفي من حوله. أعوذ بالله. يقال إن الإمام الحسن بن علي قال لابن من أبنائه قال يا بني لا تصاحب قاطع، قال أبوك لا تصاحب قاطع، فإني رأيته في كتاب الله ملعونا في 3 مواضع. أعوذ بالله. لا تصادق لك واحد قاطع، حتى لو كريم، حتى لو أنه شيخ ربعه، حتى لو أنه أكبر منك، حتى لو أنه لابس المشت، حتى لو أنه الشيخ، لو معلم، قاطع رحم ابعد عنه، فإن لعنة الله ستحل عليه، فعسى ألا تكون معه، نسأل الله العافية. قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اسمع، قال عقوبته، قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا رب يسمعون، يا رب يقرؤون، يا رب يبصرون، بعضهم متخرج من الجامعة وبعضهم معه دكتوراه وبعضهم يحفظ وبعضهم كلامه قوي، كيف أصمهم؟ قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ المشكلة في قلوبهم يا أخوان، أم على قلوب أقفالها. مصيبة أولئك القاطعين أن القلب مقفل والمفتاح مع الشيطان. متى يحل؟ متى يفتح؟ ولذلك من أكبر المصائب التي تحل بالمسلم في حياته
أن يتملك الشيطان قلبه وأن يأخذ مفاتيحه وأن يقفله عن الحق. ولذلك والله العظيم ما في واحد منا يحب قطع الله ولا منع الله ولا لعن الله. طيب ليه قاعد له 2 3 سنين وهو لا يسلم على أعمامه أو أبنائهم أو أخواله أو أبنائهم أو إخوانه أو أبنائهم أو والده أو جده أو جدته أو أمه؟ ليه قاطع؟ لأن الشيطان يزينها، كل ما أراد يصلح قال أفا نسيت، ما تذكر يوم ذاك السنة، يوم يفعلون، يوم يتركون، ثم يوقد على قلبه النار. في مدينة الرياض رجل خرج من الرياض متوجه للخج، وفي الطريق قال رأيت رجلا قطع عليه حادث، فإذا هم قد غطوه بكرتون ميت، واضح أنه عليه ثوب سعودي قد يبست، قد التفت ساقيه، وغطوا وجهه ونصف بدنه بالدماء عليه بكرتون. فنزلت قلت أكرموه، غطوه ولو بغترة إلى يجي الإسعاف، فرفعت الكرتون لأضع عليه غدرتي، إذا هو ابن عمي الشقيق ولي 3 سنين ما سلمت عليه بسبب مشكلة بيني وبينه، ومات. وين أصلح معه؟ انكبيت عليه وقبل وجهه راسه يده، أبكي، الدماء على صدري، ضميته وأقول يا ليته يرجع لو ساعة، أقول يفداك الدنيا يا أبو محمد وسمحت لك، عفوت عنك. بعضنا لابد مهو راجع أن يراجع نفسه إلى اللي قال فلان نقل إلى المقبرة. في مقبرة النسيم في الرياض أذكر أن رجل لحيته ممتلئة شيء، تجاوز 60، قائم على نصائب قبر، جالس على نصائب القبر ويبكي، والقبر مقبور له شهر، يبكي. أتى الناس الذين أتوا للمقبرة معهم جنازة، هو ما راح معهم، ما صلى على جنازة، مشغول بصاحب هالقبر ويبكي وينوح. أتوا إليه وسلموا عليه، حاولوا رفعه. يا مسلم اتق الله، لله ما أخذ وله ما أعطى، لماذا هذا الجزع؟ ليه هذا البكاء اللي من صاحب القبر؟ قال أخوي. قالوا الحمد لله على قضاء الله. بعدين هذا مقبور من زمان. قال هذا الموت، هذا أخوي ولد أمي وأبوي لي 7 سنين ما أسلم عليه بسبب مشاكل، مات ولا لي يوم بجيب لي أخو عقبه، راح العب عليه الشيطان، ثم بكى وأخذ من تراب قبره ووضع على رأسه، مات. هل ننتظر أن يموت من نحب حتى نبحث نتبع جنائزهم؟ يا مسلم احمد الله أن الله أبقاك ومد في أجلك، مد في أجلك نعمة من أجل نعم الله أنك يخطأ عليك. تدرون يا أخوان، تدرون وش مشكلتنا في الحياة؟ ما نبي أحد يخطي علينا، ما نبي أحد يظلمنا، ما نبي أحد ياخذ من حقنا. ليه؟ أنت في الجنة عشان ما يجيك أحد، أنت في الدنيا يا حبيبي لا بد يخطون عليك، ولا بد يظلمونك، ولا بد ياخذون منك، ولا بد يلعنونك، ولا بد يغتابونك، ولا بد. يا أخي هذه الدنيا طبعت على كدر. ثم كيف تخرج أخلاق الإسلام إذا لم يكن أحد من أبناء عمك ولا جماعتك ينكد عليك؟ أسألكم بالله كيف يخرج الصبر الحلم؟ لو ما في واحد ينكد عليك كيف تصير حليم؟ لو في واحد ما يظلمك كيف يكون تظلم غيرك؟ لو ما أحد ما يخطي عليك كيف يا أخي تعفو عن الناس؟ أهل الجنة من؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كيف تحسن إذا الناس ما يخطون عليك؟ محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وقف على جدة عمه حمزة رضي الله عنه. وقد ذكر بعض السير أن في سند القصة مقال لكنها لها شواهد. حبيبنا عندما رأى بقر بطن عمه في أحد، بطنه مفتوح. يا أخوان إذا قيل لك عمك مات، للمعلومية حمزة بن عبد المطلب هو أخ للحبيب عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، يعني عمه أخوه من أسنانه، حال شرب من لبن واحد من ثويبة مولاة أبي لهب رضي الله عن حمزة، وصلى وسلم على رسول الله ورضي الله عن ثويبة. بقر بطنه، جدع أنفه، قطعت أذنيه. وفي رواية تقول إن هند بنت عتبة رضي الله عنها لأنها كانت مشركة فأسلمت أخرجت الكبد، كبد حمزة. ومع ذلك أحبابي أسألكم بالله، هل لو قيل لك فلان مات تهون عليك، لكن إذا قيل لك ترى يوم مات
قاتله بقر بطنه جدع أنفه، أما تزيد الألم في قلبك؟ بلى. حبيبنا غضب وقال لآخذن بعمي 30 من أهل مكة، يعني ما هم سادني في عمي واحد، وأما حمزة فلا بواكي له. غضب. لماذا يقتل هذه القتلة؟ فأنزل الله عليه وإن عاقبتم، اسمع كلام ربي لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. الله يدله، ولو حتى حقك لا تأخذه وحق عمك لا تأخذه، اصبر واجعلها لي وعلي. والله يا أحبابي ما ترك القرآن لنا ولا سيرة محمد بن عبد الله بابا إلى سوء القلب وظلمة القلب يفتح إلا وأغلقه. ولذلك أكبر مرض يقتلنا هذه الأيام الشيطان عندما يئس أن نعبده. يا مصلين أيها المصلون، لما يئس الشيطان أن نعبده وعجز ردنا عن الصلاة وقمنا وصلينا الفجر وجينا في الصف الأول وقرينا قرآن وصمنا أيام الاثنين والخميس وصمنا أيام البيض، ماذا يفعل الشيطان؟ لما يئس منا قال ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش يحرش هذا على ذا حتى يجعلك لا تسلم على أخيك ولا على ابن عمك، حتى يوغر قلبك ويمرض قلبك. ولذلك أكبر الناس موتا للقلب من أطاع شيطانا. قصة رددتها ولكنها كلمة، وقصة رائعة. ورجل ألقي كلمة في مسجد وبه أطباء، وكان أحدهم طبيب جراح قلب، جراح للقلب. فلما انتهت الكلمة كانت عن القلوب وعن مرض البغض وعن مرض الهجر وعن مسببات لعن الله وقطع الله. فلما انتهت الكلمة إذا بطبيب سلم عليه قال يا شيخ أنا جراح قلب، لكن أنت سويت في قلبي عملية، فتحته ولكنك ما قدرت تخيطه. قلت والله لست طبيبا ولا أعرف في الطب شيء، ما أعرف من الطب إلا البنادول، وهذا آكل عند الصداع. قال يا شيخ أنا لي أخ أكبر مني شقيقي وليس لي أخ غيره، أعطيته أكرمته بنيت بيته أعطيته أرض منحته أجريت له راتب أعطيته أرض جتني 5000 متر منحة أعطيته نصفها ونصفها لي أكرمته، لكنه يزيد في إيذائي ودائما يشتمني ودائما يتهمني بالبخل وأنا أعطيه من حرمالي. هو رجال أكبر مني عنده من النساء 3 والأبناء 20 ومع ذلك لكن مليت منه. لا في النهاية قلت له اقلب وجهك لا أشوف وجهك بعد اليوم. فمسكت رأسي طردت أخوك. قال لي قلت طردت أخوك اللي شربت وياه من ثديين واحد. قال لي والله ساكنا وياه رحم أمك العجيز يعلها في الجنة. قال لي والله وبكى. قلت رحم واحد والرابع من ديد واحد وتطرد خيك، يمكن الله ما رزقك طول هالسنين إلا عشان هالأخو. أخوي والله لو يعطيني منها لأعطيه الثانية. أم يمتك عندك أم بتجيب لك أخو؟ قال لا ماتت. قلت أسألك بالله أمك لو ترجع وتطلع من قبرها وتناديك يا حسن نفداك يا حسن ارجع لأخيك سلم عليه بتسلم؟ فغطى وجهه وبكى. قال تفدمي الدنيا وما عليها تكفى لا تجرح قلبي. قلت والله أن أمك بل نبيك بل ربك جل وعلا يأمرك بالصلة. اتق الله أسألك بالله بعد ما قطعت أخوك وش حالك كيف حالك؟ قال أشر حالي، أنا كنت طبيب متميز والآن أسوأ طبيب. أخلاقي كانت هادئة والآن الغضب إلي أو أقرب. عندي ولدين والآن والله كانوا عندي في البيت طردتهم. المرأة كانت مطيعة الآن مشاكسة. الرزق واجد والحين ما في الرزق بركة. يا شيخ في هم يا شيخ في غم. ثم وضع يده وبكى على وجهه. لتبشرك العلاج سهل، ما تحتاج إلى عملية ولا فتح صدر ولا فتح قلب. عندك رقم أخوك؟ قال لي والله عندي رقم أخوك. قلت دق عليه. قال خاف تصير ردة فعله زينة. قلت رد عليه لأنك إذا اتصلت حتى لو طردك فتح الله لك الباب،
فاتصل عليه وسلم عليه، ثم بعد عني في آخر المسجد. سمعت بكاء ونشيد وحلوف وطلاق، يطلق، والله ما أدري شو يطلق عليه، لكن الرجال تغير حاله، يحلف ويصيح نفدال والله ما تجي. وابتدأ ثم أتى إلي فسلم علي، قال لقيت على أخوي يوم سمعت صوتي بكى. قلت لها أخطيت عليك يا أخوي؟ قال لا والله الخطأ مني، أنا اللي ما فيني معروف ولا فيني خير. قلت له والله لجيك في الجنوب أحب خشمك ورجلك. قال والله ما تجي عليه الطلاق، ما يجي لنا، والله يا أخي من عقب فارقتك والدنيا مهي زينة. وانتهى الموقف في ساعة اتصال أخذت دقيقتين. نحتاج إذا أردنا الصلة. أحبابي عندكم عيال، الله يجعلهم قرة عيونكم ويريكم فيهم ما يسركم وليجعلهم برا لكم فوق الأرض وتحت الأرض. وأسأل الله إذا ودعتم جسر جهنم دخلتم الجنة إذا هم خلفكم. قولوا آمين. الأبناء تدرون هؤلاء إما رحمة بك أو عذاب عليك، إما يقر الله عينك بهم أو يقورون عينك، أعوذ بالله. إما أن يكونون جنة وإما أن يكونون عذاب. واسمع، ما قطع أحد رحما إلا سلط الله عليه ابنا من أبنائه يطعنه في صدره ويكون شوكة في حلقه. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام. اسمع كلام نبيك، وهي الدعوة مني، ماني بتفاول عليك، والله أني أحبك يا عم ويا أبوي ويا أخوي، لكني أخشى عليك من الله. ما من ذنب، اسمع كلام خير الورى، ما من ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة. وش الجرائم اللي يعجلها ربي في الدنيا قبل الآخرة؟ قال البغي الإرهاب، البغاة على ولاة الأمر، والثاني وقطيعة الرحم. اللهم صل على محمد. عذاب القطيعة معجل. بعضنا يا شيخ ما يدري ان سبب ليه الراتب ما فيه رجل، ولماذا الصدر ضايق، وليه العيال ربما متنافرين. بعضنا ما عنده من ابنائه ولا واحد، زوجته التي عنده بينه وبين امشاته، ماله اللي كان واجد الان ما يدري وين راح مع الاسهم وسياره في حادث، وكل ما جاء مال ذهب، وكل ما طقها عدله انقلبت عوجه. ولا لا؟ عدلها مع ربي وتزينها مع ربي وتزين، وعدل طريقك إلى الرحمن الرحيم. والله من وصله الله. تقول الرحم يا إخواني أحبابي، أن لو نطلع الآن ونلقى امرأة في منطقة نائية، وإذا رجل فاجر يلحقها يريد اختطافها واغتصابها، وقالت المرأة التفتت وعرفتك بالذات، تكفى يا أبو محمد، أسألك بالله تتركها، تحيد عنها، تستغيث بك مؤمنة، عرضها سيذهب، تتركها؟ والله ما تركها لو ما يبقى في عمري ولو ساعة. ولا لا؟ أنت إذا استغاثك الناس قمت، وإذا استجاروا بك استجرت. اسمع ربي وله المثل الأعلى، الله الملك القيوم الحي، عندما قالت الرحم يا ربي هذا مقام العائذ بك، أستعيذ بك، أستجير بك، تدخل على ربي الرحم. على من؟ قالت أنا هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يا ربي بيقطعوني عبادك. ماذا قال العظيم؟ ماذا قال خالقي وخالقك؟ ماذا قال الملك القيوم؟ قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ما قال لا لن تقطعي، قال لا خلهم سأحذرهم. أنت الرحم وأنا الرحمن، اشتققت لك من اسمي اسما، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. لذا أحبابي من أكبر أمراض القلوب اللي تجعل القلب مريض، والله ما يشعر بلذة الحياة ولا السعادة، من أكبر أسبابها أن يكون به غل على مؤمن. الله مدح الأنصار، قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال دعوتهم للذين من قبلهم ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أحبابي، والله أن الجنة ما هي في سيارتك الزينة ولا بيتك الواسع، والله الجنة أنها في صدرك، والله أن الجنة في صدرك. والله يعطي الله السعادة واللذة والانشراح لبعض العباد وهو ما يملك من المال شيء، وليس عنده إلا الثوب الذي يستر عورته، وسعيد ومنشرح وطائع وعينه قارة ووجهه فيه نور وفي نفسه طمأنينة. وبعضهم عنده كل شيء إلا السعادة مين عنده، مسلطن الله عليه كل شيء. أحبابي، رجل عندما قطع أخته 33 سنة ووصلها، اتصلت عليه قال والله يا شيخ أنا عندي في القصيم عندي من السيارات نقليات محطات مزارع ملايين نساء 16 ولد وبنت، والله جلست سنوات 3 كل النساء ذهبنا إلى أهليهن غضبا، العمال ما يبقون عندي، السيارات تتعطل في الطرقات، الرشاشات تتكسر ما تكمل المشاريع، والله ما عندي إلا عامل، هذا غضبت عليه انحاش، وإذا انحاش رح ترجعه وأرضيه بالمال. أحيانا أجلس لي يوم أبي المال بارد ما أجد من يقربه لي وعمره 70 سنة. والله يا شيخ يوم صلحت مع أخيتي ومع زوجها ابن عمي، والله ما ذهبت لأحد منهم، رجعت أسرتي كلها تحت قدمي. من وصلني وصلته. تقول من وصلني وصلته، هذا نداء الرحم. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. لذلك أنا أطلبك طلبة وأقبل رأسك، لا تجرب القطيعة، تراها باب يحرق الأخضر واليابس. أخرج من قلبك هذا الغل إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة. أول مرض إذن يسبب موت القلب ويعادي الحياة البغض. الثاني الهجر، البغض للأرحام. الثاني الهجر للمسلمين. أحبابي، لو قلنا أن في الحناكية رجل من أهل الجنة، الله يجعلكم في جنات النعيم ووالديكم وكل مسلم ويحرمها الجباه عن النار. اللهم يا ربي أعطهم حتى يرضون من النعيم وأحل عليهم رحمتك يا كريم يا أكرم الأكرمين. أحبابي، لو قيل في واحد منا من أهل الجنة، أسألكم بالله منا متعرفين عليه، والله لا روح حب خشمه ويده ولحيته وقعد ودي بصحبته ودي بخوته وبسأله سؤال واحد، تكفى يا أبو فلان بسألك تكفى علمني، وش بقول له؟ أسألك بالله وش اللي يسبب لك الجنة؟ تسألونه ولا ما تسألينه منه؟ والله أن جميعنا تكفى يا أبو فلان نبدأك ونبدأ جيلاتك، علمني وش اللي يوصلك للجنة. أخبركم أن يوجد رجل من أهل الجنة شهد له خير البرية في المسجد، قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. والله لو نقول الحين يدخل منها الجنة ما واحد منكم يشوف لي عيوننا على هالباب، يلا نجعله أبوي ولا عمي ولا أخوي ولا ولدي ولين يدخل هالرجل. صحيح، دخل على الصحابة رجل فسألوا عن عمله، نعرفه 3 أيام، من أهل الجنة، ليس من مشاهير الصحابة ولا من أثرياء الصحابة ولا من فقهاء الصحابة ولا من مجاهد الصحابة، والله كان رجلا لا يعرفه إلا القليل من الصحابة. ما العمل الذي بلغ؟ تعرفون الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جالس معه 3 أيام وكان يراقبه ومن تحت الغطاء ينظر إليه ويرقب حاله. بعدها قال والله ما عنده زود عمل، يوتر وتر خفيف، ولا صام ذاك اليوم الذي صام فيه عبد الله، ولا قام الليل اللي قام عبد الله، ولا تصدق مثل ما تصدق عبد الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص من الفقهاء ومن شجعان الصحابة ومن العبادلة، ولم يتميز إلا بشيء لا يظهر أمام الناس، وهذا التميز. قال ما الذي بلغك؟ إني رأيت رسول الله يشهد لك بالجنة 3 مرات. قال ليس إلا ما رأيت، ما في إلا أنت شايف. قال أخبرني. قال ليس إلا ما رأيت. عطني قلبك تعرف بالجنة. تحافظين الحديث بس اسمعوه من جديد. عطني قلبك، لا ما قلت عطني يذنب لأننا نسمع بالأذان واجب، نبي القلب. قال ليس إلا ما رأيت، يعني اللي دخلني الجنة يا عبد الله بن عمرو ما هو اللي انت شفت، ليس إلا ما يعني ما عندي زوج، غير أني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها
عليه؟ قال هذه التي بلغتك والتي لا نطيق. الجنة الثوب الأبيض زين، لكن يشيل الثوب الأبيض على القلب الأسود. الغسل جميل، تغتسل في اليوم ورا يوم، وكل جمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن والله ان قلوبنا تحتاج تروش واستحمام وليفة وصابون وشامبو، وبعضهم يبي له سمكرة ويبغى له تغيير بوية كاملة، قلبه لونه القلب يحتاج وضوء. توضأ قبل الصلاة واجب، تغسل الظاهر من بدنك واجب، لكن اغسل قلبك أوجب. توضأ وضوء القلوب أوجب. إن القلب الطاهر. أحبابي، ما رأيكم في حديث؟ ولا أسألكم بالله أن امسكوا أعصابكم، لأن الحديث والله إذا نزل على قلب المؤمن الذي يخاف الله يؤلمه، خاصة لمن كان بينه وبين أي مسلم شحناء. يقول صلى الله عليه وسلم: من هجر مسلما 3 أيام، من هجر مسلما 3 أيام فمات دخل النار. والحديث حسنه الألباني. اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. ويقول: من هجر مسلما سنة، اسمع يا أبو 3 سنين و2، من هجر مسلما سنة فهو كسفك دمه، يبعث يوم القيامة قاتل له. وبعضنا عنده مجموعة كبيرة قد قتلهم. أعوذ بالله، نعوذ بالله. أتدرون يوم القيامة من المفلس؟ المفلس منا يوم 24 نصفنا مفلسين قبل الراتب بيوم، لكن المفلس هذا في الدنيا من دنانير الدنيا ودراهمها. المفلس يوم القيامة من هو؟ من المفلس يوم القيامة؟ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة. اللهم إني أعوذ بك من رداء الأرض. قولوا يا أخوان استعيذوا بالله من ضياع الجهد. يأتي المفلس من أمتي من يأتي بصلاة، هذا ونعم وصيام وصدقة، هذا مفلس يا أخوان، يصلي ويصوم ويتصدق، هذا مفلس. نعم مفلس، ضايع خايف. لما؟ قال: ويأتي وقد شتم هذا، قطع هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أخذ مال هذا. ومن أكبر الجرائم في الدنيا أن تهجر مسلما 3 أيام فصاعدا. جريمة، لأنها كبيرة، لأنها تسبب غضب الله وتسبب حلق الحسنات. أعوذ بالله. لذلك أحبابي قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لا يحل يعني حرام. زعلان ازعل يوم ويومين و3 تستاهل، اشرح عليه 3 أيام، لكن بعدها احذر، انتبه. بعدها ستتوقف رفع الأعمال إلى الله، تتوقف رفع الأعمال إلى الله. مرة كنت ألقي كلمة في مسجد، وكان في المسجد عارفين اللي في الروضة اللي وراء الإمام هم صفوة المجتمع، وهم آباؤنا وأعمامنا وغالينا وصالحينا، ولذلك الشيطان ما يروج بضاعة البغض إلا بينهم. تصدقون بعض اللي يصلون وراء الإمام، اسمع يا شيخ، يحشون في الإمام ويحشون في المسجد. هنطوع اليوم وش فيه؟ ليلة الجمعة ومضيعنا ويلا يذكري، وانا رايح ورا بله ورا غنمه ورا مزرعته ورا، ويحشون فيه. ما يبيع الشيطان البضاعة الا عليهم قدام ربي. اعوذ بالله من الردى واعوذ بالله من الضياع. بعضهم قبل ما يصلي العشاء نعطي صلاة العشاء نطوع، الله يجزاك خير. والله بعضنا صلاة للإمام والمذن، ولا إذا تأخر المذن أو تأخر الإمام. لذلك الشيطان يحرش بين المصلين خاصة، اللي ينعم خاصة، اللي الشرها عليهم خاصة، ولا اللي ما عليه الشرها ما يبحث عليه. صحيح؟ كنت ألقي الكلمة فقلت لهم: والله مأساة أن تصلي وتصوم وتتصدق وتبني وترعى أيتام ثم لا تجد فيه عندك يوم القيامة حسنة. والله بعض الموتى تحت الأرض لهم 40 سنة ما بعد وزنت لهم صلاة واحدة، وهم من أكثرنا صلاح ومن أكثرنا في الظاهر تقى. ما نظر الله لأعمالهم. لما؟
لأن الأعمال ما رفعت لله أصلا، لأن بينهم تشاحن وبينهم تخاصم، ما رفعت. فإذا ما رفعت لا يجدونها في قبورهم، لا يجدونها في قبورهم، وهذه الخسارة، هذا السرطان وهذا المرض وهذا الموت. فقلت لهم يا آبائي اللي بين، وأنا قايل لي بعض الناس قبل ما ألقي الكلمة تعال حدث في مسجدنا عندنا والله إبليس بايع البضاعة بينه. فلما انتهيت من الكلمة قام رجل كبير سن عمره 70 سنة من يمين الصف، وأما أتى أمامنا إلى يمين الصف، من يسار الصف إلى يمينه، ثم برك عند رجل أكبر منه سن، ثم نمسك رأسه وحبه، ثم بكى هذا وبكى ذاك. قال يا شيخ دولي لهم 7 سنين ما يسلمون على بعض والجدار بالجدار. قلت له يا أبو ناصر أسألك بالله وش سبب العداوة؟ فضحك. قال ولد ولدي طلع من الباب، وولد ولده طلع مع الباب، وتطاقوا الأطفال الصغار الضحى على سيكل مدري على كورة، وبغى جاري يطق ولد ولدي، فصحت عليه والله إن وصلت الولد إني لا وصلك بهالمشعار. توقف وما ضربه، لكنه شتمني وشتمته، ودخلنا البيت مسكت ولد ولدي وهو مسك ولد ولده. العيال يوم جاب ظهر وصلحوا قلنا لنا 7 سنين ما صلحنا. يا حليل الأطفال، يا زين قلوبهم يا رب، والله قلوب الأطفال طاهرة. تطاقوا وضحى وصلح وضه. قلنا يا الشباب يلا من سنة وسنة يبي لنا غسيل بستم، بعضنا قلبه يبي له صنفرة، يلا ينظر. لذلك يا معاشر الأحباب إياكم أن يتجاوز الغضب أو الشرهة أو العناد أو التباعد، لا يتجاوز 3 أيام. بعدها الشيطان يغلق عنكم حتى لذة الطاعة. والله يا أخوان بعضنا يصلي ما ذاق للصلاة لذة، والله من أسباب عدم لذة الطاعة إن القلب مريض ومليان سجناء. أنا طالبك طلعهم من هالسجن يا أخوان. لو أعطي واحد كيس طحين، كيس دقيق، وحطه فوق راسها أقول صل به، تصلي به يا شيخ، والله إن يقبرك إذا سجدت. كيس الطحين يقبرك، ما تتحمل توقف بكيس. طيب مدخل لك كم رجال أوزانهم على 190 و30 مرة، محمل لك قبيلة كاملة ولا فخذ كامل، أخرجهم حتى تسعد في حياتك. إذن المرض الثاني من أمراض القلوب اللي يزلزلها ويدمرها مرض البغض للمؤمنين والهجر بين المؤمنين. أحبابي، تعرفون مريض السرطان؟ إذا أصيب مريض السرطان بالسرطان فإن من العلاجات التي يعالج الأطباء به المريض أن يعطى العلاج الكيميائي. والعلاج الكيميائي يا معاشر الأحباب إذا أعطي المريض العلاج الكيميائي حتى شعره سقط شعره ولا لا، تروح لحيته وتروح حواجبه ويطيح شعر راسه ويسود وجهه ويظهر عليه الحزن ويظهر عليه الألم ويصير كل عظامه توجعه وآلام تتنقل في بدنه. يا رب يا سامع الصوت اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب أرنا في المرضى عجائب لطفك وعجائب رحمتك، وأغنهم بالعافية منك عن خلقك يا كريم يا رب العالمين. أحبابي، المريض هذا اليوم عطوه كيماوي طاح شعره، أقسم بالله، أقسم بجلال الله أن مريض السرطان أهون مصيبة من مريض البغضاء ومن مريض الهجر ومن مريض القطيعة. لأن مريض المرض السرطان اللي يسقط شعره هذا سقط شعره، لكن مريض البغضاء تحلق حسناته. أيهما أكبر مصيبة، من حلق شعره ولا حلقت حسناته؟ لذلك أنا أحبابي أدعوكم إلى أن نعود للقلوب فنطهرها، ونذهب عن العلاقات المقطوعة ونصلها، وأن نذهب لمن ظلمنا. اسمعني، ظلمك، أخطأ عليك، ماني بقول لك الله يحفظك خله لين يجيك. لين بعض الناس لقيت أصلح معه قال هو المخطئ يجيني، أنا الكبير وهو الصغير يجيني، وهو اللي بدأ يجيني. ما أنتم صالحين أنت من يوم تقول أنا الكبير وهو اللي بدأ وتبدأ تذكرني بعلمك الأولى يوم جاء وراح ويفتح إبليس له مرشيد السنة ذيك الفلانية ويوم فعلوا. وبعضنا عياذا بالله قلبه تقول اسفنج، اسفنجة إذا مديتها لك ما تدري عنها، لكن إذا ضغطتها وهي مليانة
وش يصير فيها؟ تصب قيح. بعضنا قلبه اسفنجة، لو ضغطنا صب قيح وصديد ودم ووسط. يا أخي سلم قلبك يا مسلمين، إذا كان مخطئ عليك أنت مخطئ في حق الله. أسألكم في الله، في واحد منا ما بعد أخطأ في حق الله؟ في واحد منا ما عمره أذنب؟ هذا مولود، هذا موجود؟ والله مو موجود. والله أننا مخطئين ونخطئ ومعاندين ونعاند ومصرين، ولولا رحمة ربي وستره والله انفضحنا. يا رب كما سترتنا فاغفر لنا، اللهم كما سترتنا فاغفر لنا، اللهم كما سترتنا فاغفر لنا يا رب العالمين. أحبابي، إذا الناس تخطي أنت في حق الله ويسترك، وتخطي في حق الله ويغفر لك. إذا أخطأ الخلق في حقك فاستر واغفر. وهذه كرامة العبد المؤمن على الله، أن إذا رآه يغفر لعباده غفر له، إذا رآه يعفو عفى عنه. أحبابي أسألكم بالله، فكروا يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف ماذا فعل إخوانه معه؟ إخوانه ماذا فعلوا؟ 37 سنة باعوه، كادوا يقتلونه، باعوه عبد وهو حر، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وباعوه ويشتغل صبي عند مرة في قصر، عند مرة خادم، ثم تقتنف في عرضه وتراوده عن عرضه وتريد الزنا به، ثم يسجن ثم يعذب، ثم تكون العاقبة له. لما قابل إخوانه وش كان؟ قال سود الله ذا الوجيه، قال لهم اقلبوا وجيهكم لا أشوف واحد منكم. طردهم أحبابي، لعنهم، سجنهم، تكلم عنها عليهم، قال فورا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله. بس ولا كلمة، ولا كلمة، ولا لامهم بحرب. الله أكبر الله أكبر. 37 سنة ظلم، ثم يوم قالوا اللي ظالمني أدعو له وأسأل الله أن يغفر له. هذه العظمة في قلوب الرجال العظماء، هذه العظمة في قلوب الأصفياء الأنقياء. أبو بكر عندما غضب على مصطح، أمي وأمك عائشة عندما قذفها مصطح بن أثاثة ابن خالة أبيها، وقذفتها حمنة بنت جحش أخت زينب بن جحش، يعني أخت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمي وأمك زينب. وقذفها شاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله عنه. الثلاثة قذفوها مع أنهم صدقوا فيها كلام المنافقين، ومع ذلك جلدهم عليه الصلاة والسلام، جلدهم الحد. تابوا ولا ما تابوا؟ تابوا. المفروض الواحد منا وش يقول قاذف أمي والله مرضى عنه. لو اصبر أمك اللي أغلى من أمك، اللي أنجبتك وأرضعتك عائشة أغلى منها رضي الله عنها، والله أنها أغلى عنها. ونبي عليه الصلاة والسلام أغلى من كل نفس ووالد وولد. ومع ذلك الله أمر الصديق، غضب والدها، غضب أبو بكر. انتوا لا يمينه يا أخوان، تلومان أبو بكر إلا غضب، مقذوفة بنته والقاذف لها ابن خالته وهي أم المؤمنين. ماذا قال؟ والله يا مصطح، والله يا مصطح لا أنفق عليك بعد اليوم. يعني يا مصطح من متصدق عليك لأنك فقير. ماذا أمره الله؟ أمره أن ينفق عليه ولا يأتلي أولو الفضل، يعني لا تحلف، أعطه من مال الله. ثم قال وليعفوا وليصفحوا، فسلم عليه وضمه وعفى عنه. هذه قلوب العظماء معاشر الأحباب. المرض الأول قطيعة الرحم، المرض الثاني الذي يسبب الموت هي هجر المسلمين، المرض الثالث الرياء، أن يكون العمل الذي نعمل ليس لله. أخطر مرض يدخل القلب أن يكون بعض أعمالنا ليست لله. اليوم صايم، ليه تعلم الناس أنك صايم؟ متصدق وبان لك مسجد ولا مساهم في الوقف القرآني، لماذا تتحدث بذلك عند الناس؟ لماذا يا أخوان كل ما فعلنا عمل حبينا مدح الناس وثناء الناس؟ بيض الله وجه فلان فعل ووصل وعطى، ويوم عرس فلان عطاها 2000 ما شاء الله، قال والله الله يتقي، لا ترى 2000 لفلان، لا هذا بعد أنا معطيني فلان 2000 ثاني ما شاء الله، ويطلع. ثم إذا علم الناس قال الله يكبر، وين الله يكبر؟ خربت هذا يجزاك. أنت تريد من الناس الثناء. لذلك من أكبر وأخطر الأدواء أن يحب الإنسان الثناء على أعماله. هو الوحيد جل وعلا الواحد الذي يقدر عليه. وأوصيكم أيها الآباء
إذا أعطيتم أبناءكم أو زوجاتكم إياكم أن تلحقوها منا، لا تلحقوها منا. وظفتك، زوجتك، شريت لك، اللي وظفه ربي واللي زوجه ربي واللي أعطاك عشان تعطيه ربي ومالي ولا لك منه. ولا تجعل لنفسك حظا في أمور العطاء فإنما المعطي المانع هو الله. المرض الرابع وهو من أخطرها قبل أن آتي علاجات القلوب لحياتها، أخطر مرض رابع يدمر القلب، الحسد. وتدرون من الحسود؟ أقول العلماء الحسود ليس الذي يتمنى زوال نعمة الله على مؤمن، لا، هذا مجرم حسود. الحسود هو اللي ما يفرح. اسمعوا التعريف، الله لا يفضحنا، قولوا آمين. والله هذا التعريف يخوف الجميع. يقولون إذا شفت نعمة على مؤمن وما فرحت من قلبك له أنت حسود، لو ما تمنيت زوالها ولو ما دعيت عليها، بس قلبك ما فرح بها أنت حسود. عالج قلبك وصنفله واغسله. إن الحسد هو عدم فرح المؤمن لنعمة أخيه المؤمن كأنما حلت عليه هو. لقيت شاري جيب لكسس 2015 قال هب والله موقف، ولكن الدنيا حضور وهي وجهه، والله ما يركب دتس الغمارة لكن يلقى هذا يركب جيب. يا حسود، هو من كيسه قلت هذا من عطاء الله، ولا ما يقول جعله ينقلب ولا لا يعطي، لا، قالوا هذه فله العمارة، قال من هي له؟ قالوا لفلان. أعوذ بالله، متى شرى؟ متى بنى؟ وتغير وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. وين جاب الفلوس؟ من كيسك الله يعظم، من الله اللي يعطيك. يا حسود ادع له الله يكفيني شرك، ادع له يا أخي وتفرح لأخيك. إذا لم تفرح لأخيك بنعمة الله عليه فأنت حاسد. ولذا لم يبقى أحد إلا ويمر على قلبه شوية من الحسد، لكن دعوة لنفسي ولك إذا تغير القلب علاجه على طول ادع للمحسود، ادع له. واحد من الحسد قلت له يحسد واحد يقول أنا وياه نبيع في السيارات، عندنا معارض وهو يبيع يا شيخ، يبيعون اللي عنده العمال كل يوم 20 سيارة ولا يداوم، وأنا أداوم كل يوم والله ما نبيع ولو سيارة. يا أخي حظه يا شيخ يكسر الحصى، حظه بسم الله الرحمن، حظه ديناميت. قلت تبارك الله لا تصيبه بالعين. يا أخي قلت تبارك الله، قال لا هذا ضد العين، هذا ضد الكسر، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت طيب إيش رأيك؟ أبى أعالج قلبك، ادع قل آمين. قال المشكلة أقول آمين لماذا؟ قلت قال الله يرزق أبو عبد الله 1000 مليون. قال 1000 مليون كثير، 1000 يكفي يا شيخ، يكفي 1000 والله ما أقدر أدعي له ب1000 مليون. حسود مع أنه دعاء، لكن الشيطان لا يريد لأن أخيه. الحبيب ماذا يقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. أنت تحب التوفيق، تمنى لهم، تحب المال إذا جاء مفرح لهم، تحب السيارة الجديدة إذا جاءت، الزواج، أي أمر تحب لنفسك إذا حل بإخوانك اللهم بارك لهم. والله ما تدعو لمسلم بفرح هم يدعو يقطع براطنا، يقطعها ما وده بس يبيها قدام الناس تمشي. إذا دعوت بفرح أعطاك الله أضعاف ما دعوت له به. الله أكبر. إذا قلت يا رب وفقه وزده واجعل هذا الرزق اللي أرزقته أقل رزق له، يا رب احفظه من شر العين واحفظ له ماله وذريته وولده، قال الملائكة آمين ولك بمثله. ترى اللي ما يفرح للمؤمنين هذا ما فيه إيمان، والله ما فيه إيمان حتى لو كان من كان. ولذلك قال الإمام الحسن البصري قال ما خلا جسد من حسد، كل جسد بحسد، غير أن التقي يخفيه يعالجه والشقي يبديه. ولذلك لو أمدح لك واحد من أنت تحبه أبشرك بلا أحبابي، واحد طلع من الحناكية من 30 سنة وهو رفيزك خويك، يومكم في الحناكية تدرسون في الابتدائي، ولا يمكن تبعون غني، ولا يمكن ما عندكم إلا الفقر، ما عندك شيء، ورجع الرجال عقب 30 سنة دكتور وعنده 100 مليون ومعه سيارات ووراه ناس واقبل على الناس وحطوا له قعدوا له القعدات وصاير عنده عيال كلهم ضباط وخير
وانت رجال ما طلعت من مزارعتك ولا من كاكينك ولا ما طلعت من بويتك، وهذا رفيقك اللي انت وياه 7 سنين اطفال وزرعان صغيرين، جت النعم عليه من كل طريق، وقالوا لك هالمال وهالفله وهالعماره وهالبل لفلان. وش تقول؟ فلان اللي يطقه يوم صغير، فلان اللي كنت كمخه ولا احد يقول يا الله انها الخمته ما في خير. لكن سبحان الله المعطي، الله المعطي، اجل انت المعطي، الله المعطي، لكنه انه الحسن. لذا احبابي طهروا القلوب منه فانه ياكل الحسنات كما قال الحبيب كما تاكل النار الحطب. اختم بطرفه جميله قبل الرسائل السريعه. يقال ان خليفه من الخلفاء جمع رجلا حسودا مع رجل محسود، وكلاهما من جلسائه، يعني كلهم ينسوا مع الخليفه، واحد حسود وواحد قلبه طيب. فأراد يختبر الحسود فقال للحسود اطلب يا فلان، ففرح قال لكن أي طلبة تطلبها سأعطي أخوك اللي جنبك هذا منها شيئين أعطيه، إن طلبت قصرا أعطيته قصرين، إن طلبت جارية أعطيت جاريتين، إن طلبت 1000 أعطيتها 2000. قال لا تعطني ولا تعطه، أني لا أفرح على نعمة تحل به، يعني تبي تذبحني خلي أشوف نعمة عليه، أعوذ بالله من ذلك. قال اطلب فنهر، فقال وتعطيه شيئين وتعطيني شيء؟ قال نعم. قال ابقى عيني، عشان يفقع عيون خويه الثنتين، يبقى هو أعور ويبقى ذاك أعمى. هذا الحسد الذي يأكل الحسنات. ولذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب. بعد ذلك آخر فصل من فصول المحاضرة، ولم يبقى بالمحاضرة إلا 6 دقائق. أحبابي، ما الذي يحيي القلب؟ أنا لماذا لم أذكر الذي يحيي القلب؟ والمحاضرة حياة القلوب. ذكرت الأمراض التي إن اجتنبناها حياة القلوب بدون شيء. والله لا يسعد قلب وبه هجر، ولا يسعد قلب وبه رياء، ولا يسعد قلب وقاطع الرحم صاحبه، ولا يسعد قلب وفي القلب نكتة من حسد. والأمراض كثيرة، لكن ما الذي يحييها؟ أولاً أكثر ما يجعل القلب مطمئناً حياً ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب في وحشة، في ضيق، في سجن، والله لا يطمئن حتى يكون القرآن والذكر ربيعه. وإنك تعجب من واحد سوالفه يسولف 7 ساعات متواصلة، رحنا وجينا وغداها ويسولف في الدنيا ونسي الله الذي وهبه الحياة والذي خلقه من العدم ليكون عبدا له. إذا أردت أن تعرف الشقاء في حياة الإنسان فانظر في حياة قليل الذكر. المنافق لا يذكرون الله إلا قليلا، إذن اللي ما يذكر الله قط إذن هو أقل درجة من المنافق. ذكر الله مما يحيي القلب. ثانيا تلاوة القرآن. أحبابي، بعد رمضان اسأل نفسك، ما هو شرط تعلمنا في المسجد، أسألك بالله بعد رمضان ختمت القرآن؟ بعضنا والله يستحي من حاله، والله من رمضان الماضي إلى الآن ما ختم ختمة واحدة، وبعضنا ما شاء الله في هذا المسجد يختم في كل 3 مرات. أيستوي ذاك الهاجر للقرآن مع الذي لسانه رطبا بذكره جل وعلا يقرأ آيات القرآن وتأتي البقرة تحاج عنه يوم القيامة؟ ومن أسباب حياة القلوب أيضا الصلاة الخاشعة. وترى يا أحبابي، ترى بعضنا له 60 سنة يصلي وما بعد صلى إلى الآن. الحبيب عندما رأى المسيء صلاته يصلي بسرعة قال له ارجع، فماذا؟ فصلي فإنك لم تصلي. اللي يصلي ويهوجس، اللي يصلي ويتململ، اللي يصلي وينقضها نقرا ويعدل ساعته ويناظر فوق، واللي يصلي ويكره إطالة الإمام. أسألكم بالله، لو الإنسان يصلي فتعرج روحه لله، تعرج روحه لله، أيمل من الوقوف بين يديه؟ لا. الصلاة فإذا حزبك أمر يا صاحب الهم، يا صاحب الضيق، تريد حياة القلب، فاجعل كثيرا من ساعات نهارك
وساعات ليلك قد توضأت ووقفت بين يدي الله. يقول الحبيب لي بلال: أرحنا بها يا بلال. يعني إذا ضاقت حزبه. إيش معنى حزبه؟ أحبابي، من اللي منا ما مر عليه هم، دين، غم، ضيق، حزن، دمعة، خايف على العيال، وخايف من العيال، وخايف من الآخرة، وخايف من حسوب الختام، وخايف من الهم. كلنا والله ذاك الرجل، وكلنا ذاك الإنسان. تريد الطمأنينة، تريد الراحة، تريد القلب يحيا. والله لا لذة للقلب حتى تسجد الجبهة لله جل وعلا تناجي. صلى رجل في المسجد الحرام يوما بجواري، وكنت قد أتيت إلى المسجد الحرام عمره برجع، فقلت أجلس في الحرام زين ما أروح أدور لي شقة، هي كلها 3 ساعات. فجلست جالسا أمام درج المصاحف، وبجواري رجل يمني وجهه كالشمس، سجد 43 دقيقة سجدة واحدة. 43 دقيقة حتى خشيت أنه مات، خشيت أنه مات. بتنادي العسكرية أقول الرجال هذا يمكن مات. فلما رفع وجهه إذا على الفرشة بقعتين كبيرتين من الدموع، كانت قد عرجت روحه إلى الله. حيا القلب والله بالسجود. فيا أحبابي، من أراد السعادة يكفينا جلوسنا مع الخلق. أما يكفي مجالس وصقع فناجيل وشبه وقراء وقهاوي وعشاوي ورايح وجاي؟ يا أخي ما يكفي. ما مليت من الخلق يا أخوان، ما مليت من سوالف ما لها طعم، وسوالف لا تعني، وسوالف لا تعنينا. يا أخي كن مع الله. بعضنا يقول فاضي، ويقول صدري بالحالي. من قال لك سر بالحالي؟ خليك مع ربي. توضي يا أخي بماء هالكثر وتوجه للقبلة وقل الله أكبر. فإذا قلت الله أكبر انكشف الحجاب بينك وبين الله، تكلم الله تلقاء وجهه. والله إن الله يكلم المصلي إذا صلى محتسبا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. الله أكبر. يرد عليك. إي والله يرد عليك. في أجمل من مجالسة القرآن مع الله أو الحديث مع الله. الثالث من العلاجات لحياة القلب الصلاة الخاشعة. الرابع تذكر الموت. نحن نخاف من الموت. طيب إذا خفنا منه لن يأتي. أما لو أن خوفنا من الموت يجعل الموت ما يأتي، كان خفنا خوفا ما عقب خوف. ولو أن ترك الكلام عن الموت يجعل الموت لا يأتي ما تكلمنا في الموت. لكن هادم اللذات، قال الحبيب تذكروا هادم اللذات. فمما يحيي القلب ذكر الموت، ومنها زيارة القبور تحيي القلب، لقوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. بعضنا تصدقون ما يعرف قبر أبوه. أحد منكم يا شيبان يدري قبر أبوه بالضبط؟ بعضنا والله ما يدري وين قبر أبوه، لأن أصلا هم يزور المقابر. لو يزور قبر أبوه وقبر أمه كان دخل المقبرة في الأسبوع مرة مرتين. الحبيب كان يحب زيارة البقيع، كان يزورها كثيرا، وعندما قرب أجله كثرت زيارته كأنما يزور الأحياء. تبي قلبك حياء، خلي أهل القبور كلهم أخوانك اللي ساكنين جنبك في حيك، تزورهم. سلام عليك يا فلان، سلام عليك يا أبو عبد الله، سلام عليك يا أم فلان، ورحمة الله وبركاته. اللهم نور قبرها، اللهم ثبتها، اللهم ثبت. والله بعض الصالحين يزورون القبور كأنما يزورون الأحياء يوم العيد، يزورونه في كل ساعة. عارف قبر أبو فلان وهذا قبر أبو فلان، وبعض نمه وهي أمه ما يدري عنها وينها فيه. الله المستعان. لذلك يا معاشر الأخيار، زيارة القبور تذكر الآخرة وتذكر وتحيي القلب. أختم بآخر فصل، لأننا سنؤذن ونصلي على طول. أقول ومما يحيي القلب أيضا ويحيي التخفف من المظالم. إذا ظلمت خادمة، راعي، عامل، مسلم، أكلت حرام، مرض قلبك، مرض قلبك. الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. أكل حقوق الخلق، صاحب الدين خفف الدين، تراه يمرض القلب ويتعبه. حقوق الخلق كل ما تذكرتها كل ما انقبض قلبك وخفت من سؤال ربك. كذلك معاشر الأحباب سوء الخلق يمرض القلب.
فإن حسن الخلق طمأنينة. أليس الرجل يشهد له بالجنة ما هو؟ قال ولي أنام وما حسدت مسلما وليس في قلبي غل على مؤمن فإنها راحة للقلب. آخرها أقول إذا كان زيارة القبر لا يحيي قلبك وذكر الموت لا يحيي قلبك، زر المرضى في المستشفيات الذين يئنون على السرور، زوروهم وقد غسلوا الكلى، زوروهم وقد شخصت أبصارهم، زوروهم بهم الشلل الرباعي، واحمدوا الله على العافية ونعمة أعطاكم الله إياها. انتهت الكلمات لكني يا أهل الحناكية أول زيارة لي إلى هذه المحافظة، وأستغفر الله عما مضى، وإن شاء الله أني أكفر. والله إني أحبكم بالله، وإني أحب كثيرا منكم أعرفه قبل أن آتي إلى أرض مباركة جاورت أطهر أرض وطيبة بعد مكة. هذه الأرض المباركة أهنئكم على هذا الحضور المميز، وأهنئكم على هذا المكتب المميز، وأهنئكم على هذا الوقف الذي ما بقي فيه إلا 3000 ريال. يا أهل الحناكية 300,000 ريال لو أن بنقوم بضيافة رجال وندوبه على 20 رجال جمعناها من جيوب الطيبين الكرماء. أكرموا وقف الدعوة إلى الله، أكرموا جمعية تحفيظ القرآن فإن أوقافها توقفت، أكرموها يا أهل الكرم. لو أن الكرم معاشر الأحباب رجل ما نام ولا بات إلا بالحناكية، فأرونا في مشاريع الخير ما يسركم يوم أن يضيء قبوركم. أسأل الله أن يؤتيكم أجركم مرتين، وأن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وذرياتكم يا رب باسمك الأعظم. أسألك وأنا أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب حرم وجوه الحاضرين عن النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والحاضرات عن النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. يا سامع الصوت اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لهم وارحمهم. يا رب من مات منهم فنور لحده ويمن كتابه ويسر حسابه، ومن كان مريضا ألبسه لباس العافية يا رب العالمين، وجمل حياته بالعفو والعافية، واختم له بلا إله إلا الله. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، يا سميع الدعاء، يا واحد، يا صمد، يا حي، يا قيوم، يا كريم. أمرتنا بالاجتماع في بيت من بيوتك وأن نرتع في روضة من رياض ذكرك. يا رب استجبنا لك يا كريم. يا رب اجعل جائزتنا يا سامع الصوت أن يقال لنا هذه الساعة نداء من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أننا في هذا اليوم منتصف ربيع الثاني. يا رب نشهدك وملائكتك أننا قد عفونا عن خلقك، فاجعل عفونا عنهم طولا في أعمارنا وصلاحا في أبنائنا ومدا في أرزاقنا وجيرة لنبينا. يا رب ظلمونا فعفونا، يا رب اغتابونا فعفونا، عفونا لأجلك، وقد وعدت العافين أن يكون حقهم عليك. اللهم اجعل حقنا عليك يا كريم. أصلح بها ذرياتنا ومد بها في آجالنا، اغفر لأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وجيراننا وجاراتنا، ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك حيا كان أو ميتا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل آخر اللقاء هذا العام، وجدد لنا رياض الجنة كل حين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.